إحساسِك إيه باللفة الجامدة اللي أنتِ لفّيتيها دي؟ إيه أسوأ حاجة هتحصل؟ يعني ما عجبكيش الهواية دي خلاص، لكن دايمًا البني آدم لازم يجرّب حاجات جديدة عشان يعرف ويستكشف نَفْسه أكتر. أنتِ عايزة إيه؟ عايزة أعمل حاجة اللي أنا باحبها، واكتشفتِ مصر بس عن طريق الشاشة والّا نزلتِ لأرض الواقع؟ فكنت باحس إن أنا باتعلّم عن مصر كإنّها حد باستكشفه، سِت قاعدة معاها باتكلّم معاها، نشرب شاي مع بعض تحكي لي هي كانت عاملة إزاي. ده معانا بنوتة جميلة جدًا، إحنا هنشوفها نقول إيه دي معقولة! تعمل إيه؟ لحقت تعمل إيه؟ لحقت تعمل حاجات كتيرة أوي. إزيكم؟ رجعنا لكم تاني وأنا الحكاية وحلقة جديدة من حكايتها بودكاست. الحلقة النهاردة معانا بنوتة جميلة جدًا، إحنا هنشوفها نقول إيه دي معقولة! بتعمل إيه؟ لحقت تعمل إيه؟ لحقت تعمل حاجات كتيرة أوي، أوي، من أول صناعة المحتوى، لتأسيس شركات، للشغل في شركات كبيرة وعملاقة، لcontent جامد جدًا، لحاجات فعلًا عايزين نتعرّف عليها ونعرفها ونفهمها أكتر في النظام الجديد مع طبعًا generation Z. معانا سلمى. ازيك يا سلمى؟ الحمد سلمى لله. خالد توفيق، أصغر صانعة محتوى. سلمى تسأل النهاردة وهتحكي لنا عن رحلتها. هي تبان صغيرة بس هي عندها رحلة طويلة ورحلة عميقة وممتعة جدا في المجال ده مع جنريشن زي العباقرة. أهلا بيك يا سلمى، أهلًا بيكِ يا نورتيني وأنا دكتور مبسوطة أماني، جدا إن أنت معانا النهاردة والله وأنا كمان جدًا. وهتحكي لي بقى الحاجات كتيرة جدا اللي أنا عايزة أعرفها وأكيد كلنا عايزين نعرفها عن الجنريشن بتاعتكم، وخاصة صناعة المحتوى والسوشيال ميديا والانطلاقة اللي احنا مش واخدين عليها بشكل جامد يعني. إمم. فانت بدأتي ازاي وحكايتك ايه؟ لو احنا هنتكلم من الاول خالص تقولي لي حكايتك. من الأول خالص لو هنتكلم على صناعة المحتوى، فأنا بدأت أنا ما أعرفش الحياة من غير صناعة المحتوى، يعني امم أنا بدأت صناعة محتوى من وأنا عندي 11 سنة. ايه اللي خلاك تبدأي؟ يعني ازاي 11 سنة بدأتي تعملي يعني ازاي يعني مش عارفة. باحس أول ما ابتديت خالص كنت باتفرّج على أفلام وباقرا كُتب، بس ما بالاقيش ناس كتيرة من صحابي أو الدايرة بتاعتي أقدر أتناقش معاهم في الموضوع، فكنت حاسة إن أنا دايمًا عندي حاجات عايزة أقولها وعندي مش بس عايزة أقولها، عايزة أسمع ناس بتتكلم عن نفس الحاجة اللي أنا باحبها، فقُلت طب ما خلاص لو الcircle بتاعتي ما فيهاش الناس مهتمة بنفس الاهتمامات، يالّا هاعمل دايرة جديدة خالص. قُلت خلاص الناس بتتكلم فين، كان ساعتها goodreads بيبقى عليه reviews أفلام وكُتب، واليوتيوب، أنا مدرسة اليوتيوب جدًا، باحب مهم. الفيديوهات الطويلة اللي مبذول فيها مجهود ومونتاج حلو. فبدأت إن أنا أنزّل الريفيوهات بتاعتي، أقرا كتاب أكتب عليه، أعمل عليه فيديو، أشوف فيلم أكتب عليه، أعمل عليه فيديو، وشوية بشوية بقى ييجي لي comment، حد مثلًا يقول لي: "إيه ده أنتِ عجبِك ده؟ طب ما تقري ده." أقرا ده وأكتب إن القراية دي كانت مبنية على recommendation من الشخص الفلاني، فبقى دايرة وبني آدم ورا بني آدم ورا مم. بني آدم، ودلوقتي بقت خلاص هي صناعة المحتوى في دمي، أنا ده اللي بس أنا كان بافكّر ايه فيه. هدفك الاولاني؟ هدفك بس ان انت عايزة تنقلي وجهة نظرك لدايرة اكبر عن اللي انت بتتفرجي عليه واللي بتقريه؟ ونعمل أصدقاء عندهم مم. نفس الهوايات. انت كنتي مش عايشة في مصر؟ لأ، أنا في طفولتي كنت عايشاها في السعودية. مم. و ودي كانت مرحلة كبيرة جدًا في حياتي، لإن السعودية مختلفة تمامًا، أنا كنت في مدرسة international، فما كانش في ناس مصريين كتير خالص موجودة في الدايرة بتاعتي، يعني أنا ما كنتش باسمع مصري كتير غير في بيتي. في المدرسة كل لغة المحاورة كانت الEnglish، مهم. زمايلي بنتكلم بالEnglish، المدرسين كلّهم بالEnglish، هو ما فيش حد هيفهمها غير كده، دي اللغة المشتركة اللي ما بيننا. مم. ف وقعدت هناك في الفترة اللي كان الطفل لسه بيبدأ إن هو يبقى عنده بقى mother language بجد. فلمّا رجعت مصر هنا، كان هواياتي مختلفة، مش عارفة أعبّر عن نفسي كويس أوي، كل بقى الحاجات الناس متربية عليها، انت رجعتي التلفزيون، وانت عندك كام سنة؟ وأنا عندي 11 سنة. اه. ورُحت هناك وأنا عندي 5 سنين. لمّا رجعت من السعودية لقيت إن أنا الحاجات اللي الناس اتربت عليها، أفلام عادل إمام مثلًا في مم. التلفزيون، مسرحيات، كل ده اللي هي اللغة المصرية مبنية عليها، مم. الإفيهات وطريقة مم. محاورتنا أصلًا مع بعض هي مبنية على كده، أنا مش فاهمة، مش فاهمة أي حاجة من الحاجات دي.
فقعدت فترة عمال ما أتنقل إن لأ خلاص أنا طريقة حياتي مختلفة ومحتاجة بقى إن أنا أتعايش وأتأقلم وبس. قدرتِ تعملي إيه بقى في الفترة الصغيرة أول ما جيتِ المدرسة؟ إيه اللي خلّاكِ تفكّري تخشي في المجال دوًّا وعملتِ إيه بعد كده؟ أنا طول حياتي كان نفسي أخش آداب English جامعة القاهرة. أنا باحب القراءة وباحب إن أنا أanalyze الحاجة، مش أقرا كده وخلاص لأ، أنا ممكن أقعد مع الكتاب سَنة، نقعد بقى نفهم مع بعض أنت مين وجاي منين وليه الشخصية دي عملت كده وإيه الmotives بتاعتها والكلام ده كله. وأصلًا والدي دكتور في كلية آداب جامعة القاهرة. أوكي. فطول حياتي القراءة أنا ماما بتقرا كتير جدًا، بابا وماما، فإحنا طول حياتنا في البيوت بتاعتنا في مكاتب وكُتب وأقلام إمم. وكراسات، وطول حياتنا دي عيشتنا. ف لمّا دخلت آداب English ودي اللي أنا كنت عايزاه، ما فكّرتش في أي حاجة تانية، ما كانش في حاجة تانية، أنا عايزة دي. لمّا دخلتها فعلًا كانت الدراسة ممتعة جدًا، وكنت الدراسة لايقة مع عقلي، ما كنتش إمم. بابذل مجهود في المذاكرة، أنا اهم. باحب الحاجة وبافهم الحاجة دي. آمم ومن هناك بقى تفرّعت إلى الأفلام والvideo games وكل أنواع الفن ليها عُمق. طيب سلمى، أنتِ عملتِ حاجة اسمها سلمى تسأل، إمم. كنتِ بتسألي إيه؟ أسئلة كتيرة جدًا. آآ ده يعني موضوع بدأ زي ما قُلت لِك لمّا رجعنا من السعودية، وما كنتش عارفة حاجات كتيرة أوي عن السينما المصرية، بس أنا طول حياتي بافهم أوي في السينما الأجنبية، إمم. مش بس الهوليوود وكده لا، لأ، النرويجية، الإيرانية، السويدية، بافهم في أي سينما عالمية. لمّا نزلت بقى سوق العمل وبدأت أنا كان الجامعة بعدها على طول اشتغلت في الراديو. لمّا نزلت لقيت الناس كلّها بتتكلّم بالإفيهات المصرية، إمم. فقُلت هو إيه ليه اللي خلّاكِ أنا تشتغلي في الراديو؟ أنا كنت تاني أنا وأنا من الحاجات اللي أنا كنت نِفْسي أعملها إن أنا كنت باحب الكتابة، كنت باحب إمم. الكتابة جدًا، جدًا، إمم. فكنت عايزة أشتغل حاجة باعرف أكتب فيها وباعرف أكتب بالEnglish كمان كويس. إمم. فساعتها اشتغلت في Nile FM كwriter وcontent creator هناك، وقعدت فيها فترة كبيرة يعني قعدت فيها سَنة وشوية، واتبسطت جدًا، يعني اتعلمت حاجات كتيرة جدًا منها، زمايلي كلّهم كانوا بيتكلموا عن السينما والإفيهات، وكان طريقة محاورتهم كده كل شوية كان النكتة بتاعة دي الحاجة اللي سلمى مش هتفهمها، دي النكتة الجملة اللي هي يشرحوا لِك، أيوه يشرحوا بيقعدوا لِك يشرحوا لي، يقولوا لي: "أنتِ بوّظتِ علينا الجملة يعني هنقعد نشرح لِك بعدها." فقررت اللي هو طب يالّا يا سلمى، أنا كده كان قبل كده كنت باعمل كل الcontent بالEnglish إمم. وده كان غلط، لإن أنا عايزة أعرف أكتر عن إمم. لغتي والحضارة بتاعتي. فقررت اللي هو خلاص سلمى هتقفي واقفة مع نفسِك، هتبدئي سلمى تسأل، عشان هي مبنية على فكرة إن سلمى بتسأل الناس، سلمى مش جاية تدّيكم معلومات على قد ما هي كل مرّة هاتكلّم فيها مع حد هيقول لي على recommendation فيلم مصري قديم مهم في الحضارة المصرية والثقافة المصرية وأنا هاتفرّج عليه. فدي كانت الفكرة، إن أنا بادوّن الjourney بتاعتي وأنا باستكشف السينما المصرية لأول مرّة. حاجة ورا حاجة ورا حاجة comment ورا comment لقيتني إن أنا باتفرّج على عشرات وبعدين عشرينات من الأفلام، وأتفرّج على الستينات والسبعينات والتمانينات، أخُش على الألفينات وأقول هو أنا ليه مش عارفة كل الكلام ده؟ وأعتقد هي نعمة كبيرة إن أنا شُفتها وأنا كبيرة، لإن أنا بقيت فاهمة بتستوعبي، أكتر. بالضبط كده. أثّرت فيكِ إزاي؟ يعني أثّرت وأنتِ فيّا أوي. بتتفرّجي على الأفلام دي وما عشتيش الفترة دي أو ما شُفتيهاش جوّه المجتمع بتاعِك الصغير اللي كنتِ عايشة جوّاه، كانت إيه المشاعر اللي بتيجي لِك؟ مصر دي جميلة أوي لإن هي عندها شخصيات كتير، عندها identity. القاهرة مثلًا هوية، أو آه. هوية، بالضبط، مصر عندها هوية. يعني مثلًا القاهرة اللي أنا عايشة فيها دلوقتي مش شبه أو مصر اللي أنا عايشة فيها دلوقتي مش شبه مصر اللي في فيلم الحريف لعادل إمام، إمم. ولا اللي في فيلم الكيت كات. إمم. كل فيلم وكل مجتمع عنده الحتّة بتاعته واللغة بتاعته وطريقة اللبس بتاعته وطبعًا الأفلام اللي في الستينات غير التمانينات غير السبعينات، فكنت باحس إن أنا باتعلّم عن مصر كإنّها حد باستكشفه، سِت قاعدة معاها باتكلّم معاها، نشرب شاي مع بعض تحكي لي هي كانت عاملة إزاي. فلأ اتعلّمت كتير أوي من الأفلام المصرية. واكتشفتِ مصر بس عن طريق الشاشة والّا نزلتِ لأرض الواقع تلفّي؟ لأ نزلت أرض الواقع ولفّيت وسافرت أماكن كتيرة جدًا في مصر، وكنت كل مرّة باتعلّم أكتر وأشوف الحِرَف اليدوية، الوِرَش اللي موجودة، ناس عايشة حياة مختلفة خالص عني، وكل حياة ليها الجمال بتاعها، إمم. وده من الحاجات اللي خلّتني أحب أتعلّم التصوير. إمم.
لان انا كنت فكره ان انا عايزه ابروز الصوره دي تفضل عندي. مم. كنت obsessed قوي بالفكره دي وانا صغيره، انا كل لحظه انا عايزه تبقى موجوده. يلا بقى انا هصورها، هخليها عندي موجوده forever. عملتي ايه؟ صناعه المحتوى خلتني اتعلم سكيلز كتيره جدا من الصفر لوحدي. مم. ازاي ابقى قدام الكاميرا، ازاي اكتب انا السكريبتات بتاعتي، ازاي حتى احلل الفيلم، لان انا بعمل كده من قبل ما اخش الجامعه بكتير مم. يعني. فازاي احلل الفيلم، ازاي احلل الكتاب، ازاي منتج، ازاي اعمل حتى الصوره اللي هي الثامنيل اللي بتظهر في اليوتيوب، مم. ازاي اقنع الناس باللي انا بقوله، أم، ازاي اعمل حتى القاء يعني قدام الكاميرا. كل ده اتعلمته زي شمرت كده ايدي ودخلت في الموضوع، ما دخلتش ولا كورس ولا اي حاجه. ف من الحرف اللي انا اتعلمتها كانت التصوير. انا كنت بحب التصوير جدا، ومن وانا صغيره عندي كاميرات دايما، لاني كنت بحس ان عايزه احتفظ بكل الذكريات. انا مم. بهتم قوي بفكره ان انا كل حاجه بعيشها عايزاها تبقى موجوده، عايزه بحتفظ بالسوفينيرز من كل حته. مم. قعدنا في مكان عاجبني، خلاص هاخد الكارت بتاعه هكتب عليه التاريخ. فكان جزء من ان انا بدون اللحظات. سلمى، انت اشتغلت شويه في حوالي سنتين تقريبا امم. في نايل اف ام، وبعدين فجاه سبتي. اه. سبتي ليه؟ كان سبت. يعني كان عندك خطه معينه في دماغك انت اه. بتفكري فيها؟ ايه؟ انا بعد نايل اف ام اتعلمت سكيلز كتيره جدا، وكان دايما آه، هاجس ان انا عايزه اعمل صناعه محتوى طول الوقت. مم. وكنت حاسه ان انا مستعده ان انا ابدا مشروع سلمى تسال. كان بداته بعد ما سبت نايل اف ام، ومستعده ان انا اديله كل وقتي مهم. وكل شغفي. مهم. بغض النظر ده هيوديني فين انا ما كنتش عارفه، بس انا كل اللي مؤمنه بيه ان دي حاجه بتبسطني وانا عايزه اعملها. خلاص الموضوع انتهى. فساعتها سبت نايل اف ام وقعدت 10 شهور ببني في سلمى تسال، واخده الموضوع بجد بجد يعني. انا هو ده كل اللي انا بفكر فيه، كل اللي بيبسطني. وكنت هي عشان حاجه انا بحبها وانا اللي متحكمه فيها، فكنت بعملها بخالص الحب. يلا بصحى الصبح، يلا نتفرج على فيلم، يلا نحلله، يلا نكتب سكريبت، يلا ننزله. ايه ده، الله الناس بتكتب كومنتس، ايه ده الكومنت ده بيقول لي اتفرجي على الفيلم التاني ده، يلا بكره هتفرج على الفيلم. فكانت حياتي كلها عباره عن ان انا بستكشف نفسي مع استكشاف السينما مع صناعه محتوى بالعربي لاول مره. كانت 10 شهور حلوين قوي. عملتي ايه بعدهم؟ ايه اللي خلاكي ترجعي تاني تشتغلي؟ اشتغلت بعدها في رايز اب سمت. كنت شغاله برضو كنت بمانج الكرييتيف ستيج. مم. دي كانت الحته اللي عجبتني، ان مم. انا رايز اب سمت هو ايفنت فيه 3 ستيجز، فكان واحد منهم الكرييتيف ستيج. فانا كنت حاسه ان انا ليا غايه ان مم. انا هدي الستيج ده لناس هتطلع تتكلم عليه. فانا مم. كنت عايزه ان انا بعمل التوكس او البانلز على مواضيع كلها ليها علاقه بالفن مم. والابداع والكرياتيفيتي. فكنت حاسه ان انا ده الحاجه اللي حركتني، انا عايزه ابقى انا جزء من الناس اللي بتدي صوت للاخرين ان هم يجي يعبروا عن نفسهم. مم. فهو ده اللي حركني. طبعا في الرايز اب سامن بيتكلموا اكتر على الانتربرينوريور شيب، وبيتكلموا اكتر على الستارت ابس، ودي اللي بتميز جنريشن زي. يعني طبعا في ام ناس كتير عملوا انتربرينوريور شيب، بس ما كانوا قلائل وكانوا بيعتبروا يونيك. هم. ولكن النهارده في جنريشن زي انا شايفه ان الدنيا كلها متجهه اكتر للانتربرينوريور شيب، او الحاجات اللي هو احنا عايزين نعملها بنفسينا، وعايزين نبقى احنا المتحكمين فيها، وعايزين إيه اللي شايفة الاختلاف طبعًا، وأنتِ عندِك مامتِك وباباكِ وأهلِك، وشايفة الفرق ما بين الgenerations، شايفة الاختلاف فين هنا؟ اعتقد احنا رتم حياتنا كجيل اسرع بكتير. إمم. يعني انا اول مره استقلت من شغلانه كان بالنسبه لي بابايا ومامتي في نفس الشغلانه بقالهم يعني عشرات السنوات. إمم. فهي انا كنت فاكره ان الشغل عباره عن انت بتخش مكان تطلع منه بقى بعد إمم. سنين إمم. كتيره. لكن انا ما قدرتش كده. انا لا، انا بروح مكان اتبسط فيه واتعلم منه، بس دايما لا يلا اللي بعده. انا عايزه اتعلم حاجه جديده، وده اللي اعتقد ده الكونسبت اللي موجود في الجيل بتاعنا. يعني انا فعلا في رايز اب سامت اتعلمت اكتر عن رياده الاعمال، وده عالم انا كنتش اعرفه. انا اكتر في الكرييتيف سين، لا بس انا اتعلمت كتير قوي. ولقيت نفسي ان هو ايه ده، لا سلمى انت انتربرنور. يلا بينا تعالي. انا اصلا حسيت ان بقى كل حاجه كده عامله زي البازل. انا إمم. اتعلمت كل السكيلز دي لوحدي. باعمل content من وأنا طفلة. إمم. باعرف أعمل marketing. اشتغلت كتير أوي بقى freelancing marketing وSEO specialist وحاجات كتيرة أوي. فقُلت لأ يالّا بينا. وخلال المغامرة دي كنت باتعرّف على ناس كتيرة أوي عندها نفس الشغف ونفس الenergy وعايزة تطلّع حاجة برضه. فلقيتني
الايجنسي بتاعتي بتتبني بشكل تلقائي. مم. يلا صحابي هم دول اللي هيشتغلوا معايا، ناس مؤمنه باللي انا بعمله. يلا السكيلز بتاعتي هحطها في الحاجه الفلانيه. فلقيت ان انا ببني تيم وببني الشركه بتاعتي من قبل ما هي تطلع للحياه. مهم. بس ففعلا إيه، اتعلمت كلمينا كده. عن الشركة شوية يعني. سلمى ذا ايجنسي، يعني ايجنسي قائمة على سلمى، وسلمى وهنتكلم بعد كده على سلمى حاجات تانية. أنا في مم. سلمى تأكل، وفي سلمى، ففي ايوه. حاجات كثيرة جدا عجباني جدا في ال في الحتة بتاعة الكونتنت كرييشن، لأنها كرييتيف أصلا. مم. فالإيه بقى سلمى ذا ايجنسي؟ سلمى ذا ايجنسي هي ايجنسي بتعمل ماركتنج وبي ار وادفرتايزنج وكونتنت كريشن. من الاخر انا كنت شايفه ان الماركتنج ده بحر واسع جدا، وفي مجال كبير قوي ان الشركات اللي هي عندها غايه معينه. مثلا لو انت حد بتبيع حاجه، انا عايزه ابيع حاجه، طب ماشي انا هبيعها لك، بس هبيعها لك بطريقتي. انا مش هروح لاول 10 افكار هتجيلي، انا هروح للفكره القميه اللي هي بتبقى اكتر فكره كرييتيف. فانا حسيت ان التيم بتاعي وانا عندنا نفس الافكار المجنونه اللي هي انا بؤمن بيها. انا ما عنديش مشكله، انت كايجنسي او انت كبراند او انت كسيرفيس، ما عنديش مشكله، هوصلك للجول بتاعك، بس يلا اوصلها لك بطريقتي. ادينا اكزامبل. مثلا انا اول كامبين عملتها في الايجنسي كانت كامبين لمدرسه. المدرسه كانت طالبه مني ان انا عايزه، وده وقت تقديمات ادميشن، ويلا بينا انا عايزه ناس تجيلي. طب خلاص ماشي، اسهل حاجه هعمل لك ايه؟ هعمل لك بوست يلا بينا الناس تقدم وخلص الموضوع انتهى. لا، انا قررت اللي هو يلا هستغل فكره الكونتنت، هستغل فكره الاطفال اللي هو كونتنت جولد كونتنت. انت اي طفل هيطلع على النت هو انترتينمنت. فانا هعمل برنامج هناك وكان اسمه مين فاهم. هصور مع الاطفال الموجوده وهاخد كي جي 1 وكي جي 2 اللي هم اكتر اطفال عفويه. وهتكلم معاهم، وفي اخر الفيديو هتلاقي الناس فعلا هتقدم والناس فعلا هتوصل ليه؟ للمدرسه. ليه؟ ايه اللي يخليني انا لما اتفرج على الكونتنت بتاعك اروح اقدم في المدرسه؟ ايه اللي عملتيه مع الاطفال وسالتيهم ايه علشان تطلعي منهم اللي انا اشوفه وعلى ضوءه اروح اقدم في المدرسه؟ في الاول هو هيبان لك فيديو عادي جدا، لما تيجي تركزي على الطريقه اللي الطفل لابس فيها، ال- الفصل شكله عامل ازاي، الطفل بيعرف يعبر عن نفسه ازاي. كنت الاسئله بتتراوح ما بين اسئله فلسفيه كبيره تخليهم يهنجوا كده ومش عارفين يقولوا ايه، الى تعالى غني لي اي بي سي. فبتلاقي نفسك ان انت كده كده هتخلص الفيديو للاخر، الطفل هيشدك انك تخلص الفيديو للاخر. مهم. ولو انت اب او ام بتدوروا على مدرسه، انت هتقول ايه ده حلو، الطفل ذكي، الطفل شكله مهندم، الطفل في الفصل شكله مبذول فيه مجهود. مين المدرسه دي؟ طب ايه ده، دي قريبه مني، طب ما يلا، طب انا اروح اشوف ده ايه. لو انت مدرس وبتدور على شغل، ايه ده، طب مدرسه والله لذيذه جدا، يلا بينا. فهتوصل للغايه بتاعتك. عملتي بس الكامبين اوريدي؟ هي نازله في رمضان. اه، لسه ما نزلتش. لسه ما نزلتش، هي عايزين اول نشوف يومين. النتائج. ايوه. طب سلمى، مستنيش. انت في وقت قليل قوي عملتي حاجات كتير. اوكي، انت شايفه، سؤال تقليدي طبعا من جنريشن ام واكس لذي سؤال تقليدي، بس انا هسأله، انت عايزه ايه؟ سؤال كبير جدا. عايزه اعمل حاجه انا بحبها، عايزه ما فيش حاجه تبقى موجوده في يومي انا مش عايزه اعملها. مهم. فانا حاسه ان لو كل يوم بصحى بعمل الحاجه اللي انا بحبها وبشجع الحاجه اللي انا بحبها، والحاجه اللي انا بحبها بشكل عام هي الفن مم. بكل تفاصيله فيه. يعني من اول فيديو جيمز، موسيقى، افلام، مسلسلات، كونتنت، ايا كان ايه، الفن بشكل عام. مهم. فلو انا بصحى كل يوم بشكل او باخر بكونسوم فن وبطلع فن، انا تمام. الحياه هتاخدك على فين؟ ايه الخطوه الجايه بتاعتك، او ايه الرحله والمحطه الجايه اللي انت بتفكري فيها؟ اللي بفكر فيه دلوقتي ان انا عايزه الايجنسي تكبر، وان هي تكسب الثقه بتاعت الناس اكتر، وتثبت نفسها اكتر. ورايحه فين بقى؟ اجمل حاجه ان انا مش عارفه، لان والله بجد لان انا بتحكم في حاجات كتيره قوي، فانا دي من الحاجات القليله اللي انا مش بتحكم فيها، فبحس ان هو ان شاء الله كل اللي جاي حلو. بس مفكره ان انت عايزه تكملي في التراك ده؟ لأ 100%، مم. 100%. ده أنا حاسة إن أنا وصلت خلاص أنا وصلت كده للمعادلة اللي بسطاني.
في وقت صغير قوي عملتي حاجات كتيرة قوي زي رولر كوستر كده. اوكي، احساسك ايه باللفة الجامدة اللي انت لفتيها دي؟ تطلعي منها بايه؟ انا حاسه ان انا عشت 5 ارواح في نفس الوقت. انا حاسه ان انا آم، اتعلمت حاجات كتيره قوي في وقت قليل قوي، وحاسه ان انا لا عندي حاجات عايزه اقولها، وعندي حاجات كتير عايزه اعملها، وعندي جولز كتير عايزه اوصل لها. ورتم الحياه السريع ده ملائم مع شخصيتي. مم. انا من الناس اللي هي ببقى عايزه اتعلم طول الوقت، وعايزه اتعرف على ده وده وده، واعمل ده واعمل ده واعمل ده. يعني انا طول عمري عندي هوايات كتيره جدا مختلفه عن بعض جدا، ما لهمش اي علاقه ببعض. من اول سباحه وكاراتيه وفولي، الى علمت نفسي ازاي اخيط واعمل انا اللبس بتاعي، ازاي العب جيتار، ازاي العب بيانو. فطول الوقت بكون عايزه اعمل حاجه جديده، مش مهم ان انا اماسترت، بس المهم ان انا اتعلم حاجه جديده. سلمى، دايما البنت بيبقى دايما في دماغها، واحنا عشان قدام شوية بيبقى في دماغها بقى الحياة اللي بعد كده. يعني مامتك وباباكي بيفكروا في ايه بالنسبة للبنت؟ جواز، خلفة، حياة، في شوية حاجات كده لازم مم. هتجيلك، لازم هتجيلك. مم. ايه بقى وجهة نظرك في الموضوع؟ انا اكيد دي حاجه انا عايزاها، جميله يعني حياه جميله. وحاسه ان انا برضو دي محطه جديده خالص، هتعلم لها اساليب مختلفه خالص، ان انا اعرف ان انا اواكب مع اللي انا بحبه ويفضل مازال جزء كبير من حياتي، ولكن ما ياثرش على الجزء التاني من حياتي برضو. وحاسه انها معادله صعبه، ولكن لما الواحد بيكون بيختار شخص صح وبيعمل حاجه اللي هو بيحبها، اللي حتى صعوبتها هتبقى لذيذه يعني. طبعا اكيد هي فيها لذاذة وفيها حاجات كتير. بس عايزة اتكلم برضو معاكي عن الدعم النفسي اللي قابلتيه في حياتك. مم. كان مين الدعماء الرئيسيين اللي كانوا في حياتك واللي هم أثروا عليكي وخلوكي توصلي لسلمى النهارده؟ الحمد لله، ناس كتيرة قوي، يعني اولهم بابا وماما واخويا. مم. لان هما من واحنا صغيرين جدا، وهما يعني بيدوني المساحه والحريه ان جربي، اعملي، شوفي، روحي في ده، جربي ده. وهما حطوني شجعوني ان انا اجرب حاجات كتيره، منها الهوايات اللي انا كنت لسه بحكي لك عنها، ومنها لما انا مثلا بدات كونتنت، لا هما كانوا داعمين ليا، وكنت بفرجهم على الحاجه واحنا طول عمرنا بنحب الفن في البيت، فهما كانوا مبسوطين. وبالعكس ده هما اول ناس بيشوفوا الحاجه اللي انا بعملها. فاهلي واخويا عمر برضو من الناس اللي دايما بسمع من بنصيحتهم، وبيبقى كده هو مش زيي قوي، هو هادي وركز كده، بس بيقول الكلام بيقوله صح. و... وصحابي ده كل صحابي، مهم. يعني انا عندي صحاب من المدرسه، شله المدرسه مهمه جدا في حياتي، لان هم شافوني في كل المراحل. شافوني وانا ببني نفسي، شافوني وانا في اول شغلانه ليا، شافوني وانا بستقيل منها، شافوني وانا بعمل كونتنت وانا صغيره. وبالرغم ان انا كنت مختلفه عنهم، الا ان هم كانوا بيحبوني بالطريقه اللي انا عليها. مهم. وبعد كده لما كبرت كنت عندي كونسبت كده ان صعب قوي الواحد يعمل صحاب بجد على كبر. بس الكلام ده مش صح خالص خالص، مهم. بالعكس ده ممكن الوقت ملوش علاقة بالصداقة. مم. ممكن حد اتعامل معاه سنة ويبقى أهم ناس في حياتي. مم. فصحابي اللي أنا اتعرفت عليهم بعد ما سبت الجامعة، صحاب الشغل، لا لا لا، ناس بتأثر فيا قوي، لأن كمان احنا كلنا كبرنا، فالناس بدأت ان هي بتاخد خطوات في حياتها. فلما بشوف ناس بتاخد خطوات حتى لو مختلفة عني، لكن هم بيحبوا وبيؤمنوا بالحاجة اللي هم بيعملوها، بحترمهم جدا. هم نفس جيلك وشايفينك ازاي وانتي في السرعة دي؟ هل هم بنفس سرعتك ولا انت بتحسي ان انتي مختلفة برضو عن جيلك ولا هم شبهك؟ هو انا من وانا صغيرة يعني كنت بحس ان انا رتمي اسرع عامة. بحب ان انا انط في الحاجة بسرعة، واتعلم منها بسرعة، واخرج منها بسرعة، ويلا بينا بسرعة في كل حاجة. بس صحابي بيبقوا نوعين. في النوع اللي هو لا، حياته مستقرة اكتر بكتير، ما بياخدش قرارات حاسمة قوي بالسرعة اللي انا باخدها بيها، بس بيحترم الاختلاف، مم. وانا بحترم الاختلاف جدا. يعني مم. بنلاقي الارض المشتركة ان احنا نفضل صحاب، بس احنا حياتنا مختلفة خالص عن بعض. اوكي. وفي نوع تاني من الصحاب اللي هو احنا بنزق بعض، مم. هي سريعة وانا سريعة، فيلا احنا بنقعد نسرع مع بعض، فبنلاقينا لا، دول بيزقوني في اتجاه مختلف عن الصحاب التانيين، بس الاتنين اوكي. مهمين، اوكي. والاتنين محتاجاهم. طيب انتي النهارده عندك 25 سنة، يعني لسه في ريعان الحياة، قدامك لسه الحياة ما شاء الله ان شاء الله.
ولكن برضو نقطة مهمة قوي عايزاكي تتكلمي فيها للفتيات اللي هم في نفس سنك وداخلين على القصة دي أو لسه أصغر منك وماشيين في التراك. آه، يعملوا إيه أو يفكروا إزاي أو ياخدوا قراراتهم الحاسمة إزاي؟ إيه الحاجة اللي أنت ممكن تقوليها تساعديهم بيها؟ ممكن أكتر حاجة أول حاجة جت في بالي أصلا هو فكرة إن أنت أو أنتي أي وقت تلاقي نفسك في حتة في حياتك أنت مش سعيد فيها، هي دي مش حاجة أنت تبص الناحية التانية منها، لأ دي وقفة، أنت لازم تقف مع نفسك أو تقفي مع نفسك إن لأ أنا إيه اللي مش باسطني، لو شخص معين أنا لأ محتاجة أقطع العلاقة دي، لو أصدقاء معينين هم النتائج بتاع وجودهم في حياتي سلبية خلاص أنا محتاجة أغيرهم، لو أنا في شغلانة مش باسطاني محتاجة أغيرها، لو أنا نفسي من جوه فيا حاجات محتاجة إن أنا أواجهها، لكن إن الإنسان أسهل حاجة إن البني آدم ما يعمل نفسه مش واخد باله، دي أسهل حاجة، أنا على فكرة كنت ممكن من أول شغلانة ليا أفضل موجودة فيها وبعمل نفس الحاجة كل يوم وهبقى تمام عادي، بس مع كل خطوة جريئة مخيفة مرعبة باخدها في حياتي كل مرة ربنا بيثبت لي قد إيه إن مع كل جرأة وكل قرار صعب بييجي وراه حاجة أجمل، مهم. في الدنيا كتير أوي، جرّبوا، انزلوا، اعملوا، أنا دايمًا لمّا حد مثلًا من صحابي يقول لي: "أنا زهقان." جرّبي، انزلي، أنتِ عمرِك اتعلمتِ French يالّا اتعلمي French، عمرِك لعبتِ drums يالّا روحي انزلي أي حاجة مختلفة، هتتعرّف على ناس جديدة، هتتعرّف على حتّة جديدة من نَفْسك جوّه نَفْسك، وعُمر ما إيه أسوأ حاجة هتحصل؟ يعني ما عجبكيش الهواية دي خلاص، لكن دايمًا البني آدم لازم يجرّب حاجات جديدة عشان مهم. يعرف ويستكشف نَفْسه أكتر. مهم. طيب عايزين برضو نتكلم شوية على سلمى تعمل حاجات تانية كتير دخلتي فيها، based on ايه content ولا برضو عايزة تكتشفي شوية حاجات؟ لأ، معظم الحاجات اللي أنا دخلت فيها كانت إن أنا عايزة أستكشف أكتر عن نَفْسي، يعني الموضوع بدأ بسلمى تسأل أفلام بس، وبعد كده لقيتني لأ، طَب ما أنا باحب الموسيقى جدًا، مهم. فبقيت أعمل سلمى تسمع، يالّا نسمع مع بعض ونحلل الألبومز، مم. شوية ولقيتني أنا ما مش من هوايات مش من هواياتي الأكل أوي، ما مم. بافهمش فيه أوي، مش فارقة معايا أوي، وبعدين لقيت الناس لأ، في ناس بالنسبة لها أنا ممكن أروح وأسافر عشان آكل الأكلة دي، مم. طَب ليه؟ ما هُم أكيد وصلوا لحاجة أنا مش واصلة لها، مم. يالّا نستكشف الأكل، يالّا سلمى تأكل. نفس الكلام في الفيديو جيمز، أنا كنت حاشرة نفسي في فيديو جيمز معيّنة، لأ في فيديو جيمز تانية مختلفة، طب يالّا سلمى تلعب. فباحس إن أنا بادوّن حياتي العادية جدًا، اللي هو ده يومي الطبيعي، بس باحاول أطلّع منه content. اوكي. اوكي، لقيتي ايه بقى لا لقيت لما إن دخلتي على المجالات المختلفة اللي انت ما تعرفيهاش؟ لأ مع كل مجال باخشه باتعلّم حاجة جديدة عني، أنا باحس إن أنا مختلفة عن سلمى اللي من شهر، اللي من سنة، اللي من 10 سنين، مختلفة تمامًا. فمع كل مجال باخشه باتعلّم أكتر عن نَفْسي at least حتى لو حاجة بسيطة زي إن أنا لأ والله أنا ما باحبش ده، مش عايزة أعمله، بس أنا جرّبت وتوصّلت إن دي مش حاجة أنا عايزة أعملها، مهم. ولكن عُمر ما التجربة خذلتني، يعني عمري ما جرّبت حاجة وندمت، بالعكس أنا ممكن حاجات لو أنا اتشغلت مثلًا وما جرّبتش حاجة معيّنة أقول أنا كنت محتاجة أجرّب ده، كنت هاتعلّم حاجة جديدة. مهم. ولسه سلمى اللي جاية ما تعرفيها برضو. أيوه، ودي أجمل لسه حاجة. تكتشفيها. إمم، سلمى أنا سعدت بيكي جدا وبجد برافو وجود لك في سلمى اللي جاية، شكرًا، وإن شاء الله يبقى في حاجات أعلى وأعلى ونتقابل تاني السنة الجاية في الموسم الثالث بإذن إن الله شاء الله. مع حاجة جديدة معاكي إن شاء الله. وكل سنة وإحنا طيبين مع أنا الحكاية وحكاية البودكاست.